هالأكلة طيبة بالشكل جنب الصوبة وكاسة هالشاي السخنة، وانسوا البرد. رح أعمل لكم اليوم وصفة أنا بالنسبة إلي بحسها تراثية. كنا ونحن وصغار نشتريها من على العربيات اللي بتمشي بالحارات. بعد ما كبرت اكتشفت إنه هاي الأكلة أرمنية، هي فيكم تعتبروها نوع من الحلويات. هلا انا بدي احضر عجينه. عم حضر 3 كاسات طحين، رح انزل عليهم بظرف كامل خميره. رح اضيف معلقه من السكر، رشه بسيطه من الملح، ومعلقه زيت نباتي، ورح انزل عليهم مي بالتدريج واعجن لحتى يصير عندي قوام العجينه طري. انا ما بدوي بالخميره والسكر لحالهم، بحطهم هيك دغري فورا فوق الطحين، بحسهم بيعطوا هيك اختمار احسن. وهلا بس لمت العجينه هيك بهالشكل، بلش بخطها هيك بهالشكل بهالطريقه، بنفرغ منها الهواء بتعطينا طراوه رائعه للعجينه. وهلا رح نبدا نشتغل بالعجينه بعد ما تضاعف عنا حجمها. شوفوا بسم الله. قطعتهم هيك بهالشكل، طلعوا عندي 16 قطعة بالتمام. أنا حاطة هون سكر وقرفة. رح رش بالصينية اللي رح مد عليها العجينة، آخذ القطعة وافردها. وهلا بدي اجيب طحينه وبلش ادهن فيها وش العجين. وهلا رح نبدا نلفها، بعدين رح نلفها هيك، وبعدين رح نضغطها هيك بهذا الشكل. شوفوا لي بعد ما ارتاحت كيف صار شكله ما شاء الله. هلا قبل ما ادخلها على الفرن رح اعطيها هيك رشه من السمسم. يعني هلا اذا بتعملوها بدكم تاكلوا اصابعكم وراه. هاي الاكله بالذات بتذكرني ببابا الله يخلي لنا اياه. كنا بس نروح لعنده على المحل ويمرق ابو العربيه من قدام المحل يطلع يشتري لنا منه. بابا هي الاكله الك. وهلا بنقلها روحي على الفرن. قربوا شوفوا لي على هالشوفه. يعني تفضلوا. لو تشموا الريحه رح يغمى عليكم. طبعا هذا الخبز لازم يتبرد وبعدين يتقدم. رح خليهم يبردوا وبعدين برجع لكم لحتى ندوقهم مع بعض. كل ما ندوق خلونا نصب هيك كاسة شاي، وتحديدا بهدول الكاسات القديمات، بس كأنه الشاي كيس. شوفي استني بدي ارجع للماء. ويلا تعالوا ندوق. يا سلام هوايات والجو رائع. بسم الله نبدأ. يا سلام. تحفة. بحب اتشكر اخوتنا الارمن كتير على هالوصفة، من جد الارمن مذوقين. وعسيرة المطبخ الارمني لسه في اكلة تانية كتير مشهورين فيها الارمن، اذا كنتوا بتعرفوها اكتبولي اسمها بالتعليقات، رح اعمل لكم اياها بفيديو خاص. بس والله هاي كانت وصفتي لليوم. نصيحة تابعوني وتستفادوا شي.